في عالم الكورة في لحظات بتعيش معانا حتى بعد ما الستارة تنزل والنجوم تسيب المسرح. فرق بتعدي ولاعيبة بتروح وتيجي، في فرق بتكسب بطولات وفي فرق بتغير مفهوم اللعبة نفسها، في لعيبة بتتألق موسم ولا اتنين وفي لعيبة بتسيب بصمة تفضل محفورة للأبد. لكن في مثلث واحد خطف القلوب، تناغم وتواصل غير مسبوق، كأنه كل كورة كانت مرسومة قبل ما تتلعب. فريق هجومه ما كانش مجرد 3 لعيبة، بل كان إعصار هجومي بيدمر أي دفاع يقابله. سجلوا، صنعوا، واستمتعوا، والأهم من ده كله خلوا الجماهير تحب كرة القدم أكتر. ميسي، سواريز، نيمار، أو زي ما العالم كله عرفهم بالMSN. سواريز كابا نيمار contra Malpindinga نويس وراح له والسيناريو هدف شديد. ميسي لديكم، لا خوف عليكم يا بارسا، هداف التاريخ. في صيف 2013 برشلونة كان في قمة تألقه وسط منافسة شرسة مع ريال مدريد في الكلاسيكو. استعاد الفريق الكتالوني لقب بطل إسبانيا وسجل أهداف في كل المباريات 38 في الدوري، وحقق اللقب 22 في تاريخه. وكان ليونيل ميسي الظاهرة المطلقة مسؤول عن أكتر من 40% من أهداف الفريق، في حين كان زمايله زي بيدرو، دافيد فيا، أليكسيس سانشيز وسيس فابريجاس بيدوروا في فلك الرقم 10 الأسطوري. برشلونة واللي كانت لسه متأثرة بأسلوب بيب جوارديولا كانت بتلعب تحت قيادة تيتو فيلانوفا واتبعت أسلوب قائم على الاستحواذ والضغط العالي. وفي نهاية الموسم أكد الفريق مكانته كواحد من أقوى الفرق في العالم. لكن مع ده كان في ضربة قوية في أوروبا على يد بايرن ميونخ وهزيمة مرة تانية ضد ريال مدريد في السوبر، وبالطبع كل ده خد من تألق الموسم اللي كان ناجح إلى حد ما. الإعلام الأسباني وقتها كان بيستخدم مصطلح ميسي ديبندنسا أو اعتماد برشلونة على ميسي عشان يوضح قد إيه الفريق كان معتمد على النجم الأرجنتيني، وإدارة النادي كانت عارفة إنها محتاج تجيب نجم كبير تاني عشان يخف الضغط على ليونيل ميسي. بدأت شائعات الانتقال وبرشلونة كانوا عايزين النجم الجديد. دافيد فيا اللي كان عنده 31 سنة كان عايز دور أكبر، فقرر ينتقل لأتلتيكو مدريد عشان يلعب تحت قيادة ديجو سيميوني. وفي نفس الوقت رحل تياجو الكانتارا لبايرن ميونخ. برشلونة كانوا عايزين يقووا خط الهجوم، فبدأوا يبحثوا عن بديل واتجهت أنظارهم نحو أمريكا الجنوبية وتحديدا البرازيل في نادي سانتوس. كان في شاب عمره 20 سنة بيلمع في الدوري البرازيلي وتشبه بالأسطورة بيليه، نيمار جونيور، اللي بدأ يلعب مع الفريق الأول وهو لسه 17 سنة. سريع ومهاري وطبعا لمسات سحرية خلت الجمهور يعشقه. وسنة 2011 لفت نيمار انتباه برشلونة لما شافوه ضدهم في نهائي كأس العالم للأندية. من ساعتها نيمار استمر في التطور وسجل هدف فاز بجائزة بوشكاش، وأصبح أول برازيلي يفوز بجائزة أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية مرتين على التوالي. برشلونة شافوا فيه مشروع نجم عالمي مش بس في المستوى الكروي لكن كأيقونة رياضية زي ما كان رونالدينيو في فترة لعبه مع الفريق. وبعد مفاوضات طويلة اكتمل انتقال نيمار لبرشلونة في يونيو 2013 بعد لمدة 5 سنين مقابل 57 مليون يورو. الانتقال ده كان من أهم الانتقالات في الفترة الزمنية دي، ونيمار كان متوقع منه إنه يلعب جنب ميسي ويتعلم من الأسلوب الأوروبي ويصبح واحد من نجوم الفريق اللي ممكن يعتمد عليهم في المستقبل. تيتو فيلانوفا اللي كان بيعاني من مرضه قرر يستقيل علشان يركز على علاجه، وخلفه جيراردو مارتينو اللي قرر يلعب نيمار على الجناح الشمال وخلى ميسي في النص. نيمار بدأ مشواره مع برشلونة كلاعب بديل في أول ماتشين في الدوري الإسباني وكمان في السوبر ضد أتلتيكو مدريد، وفي أول ظهور ليه كبديل سجل أول هدف ليه مع الفريق بعد 7 دقائق بس من نزوله. بيلعبها على جهة اليمين خطيرة جوردي ألبا الزميل والكرة. والهدف ده كان سبب في تعادل الفريق. وبعد كده في مباراة الإياب في الكامب نو اتأهل برشلونة بفضل هدف نيمار في الذهاب، وفي سبتمبر شارك نيمار لأول مرة كأساسي في الدوري وساعد فريقه بالفوز 3-2 على فالنسيا، وده أكمل بداية قوية لبرشلونة في الموسم. الجماهير الكتالونية كانت مبسوطة جدا من الأداء الأولي لنيمار اللي أظهر لمحات من موهبته الكبيرة وكان له تأثير واضح على الفرقة في الشهور الأولى. مع منتصف أكتوبر نيمار بدأ يسجل في 5 ماتشات متتالية، وفي مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد سجل هدف وصنع الثاني في فوز برشلونة 2-1، والأداء ده خلى العلاقة بينه وبين الجماهير تزداد بقوة. وفي أول 14 مباراة في الدوري نيمار جمع 6 أهداف و8 أسيست علشان يشكل ثلاثية جميلة مع أليكسيس سانشيز وليونيل ميسي. كانوا ثلاثي خطير جدا وساهموا مع بعض في 22 هدف. وخلال فترة الشتاء برشلونة كان متصدر للدوري، لكن النص الثاني من الموسم كان مليان إصابات ومشاكل. ميسي عانى من تمزق عضلي خلاه بعيد عن الملاعب لمدة شهر كامل. نيمار كمان أصيب في الكاحل والقدم وتغيب عن 8 مباريات من يناير لمايو. المدرب مارتينو واجه صعوبة في الحفاظ على مستوى الفريق في 2014 بعد ما كان فازوا في
كل مبارياتهم في أول 18 جولة ما عدا ماتشين بس، فبدأوا يخسروا نقط كتير بعد شهر 12 في الموسم. ميسي رجع بقوة في النص التاني من الموسم وسجل هدف في كل ماتش تقريبا في آخر 19 مباراة، وده ساعد الفريق في البقاء متصدر أمام أتلتيكو مدريد اللي كانوا وراهم. لكن أتلتيكو مدريد كانوا السبب في إقصاء برشلونة من دور الثمانية في دوري الأبطال، وده زاد من جفاف برشلونة في البطولات الأوروبية. وفي آخر يوم في الدوري هدف دييجو جودين أعطى اللقب لأتلتيكو مدريد وخلى برشلونة يخسروا الدوري. السنة دي كانت صعبة على برشلونة. أتلتيكو مدريد سرق منهم الدوري، وريال مدريد كسبوا كأس الملك ودوري الأبطال. ولكن رغم كل ده نيمار كان أداؤه ممتاز في أول موسم ليه في إسبانيا، سجل 15 هدف وصنع 15، وتأقلم بسرعة مع الفريق وكون صداقات قوية مع زمايله البرازيليين داني ألفيس وأدريانو، وكمان بدأ يظهر تفاهم كبير مع ليونيل ميسي. لكن برشلونة كانوا شايفين إن في حلقة ناقصة في الفريق، والرئيس الجديد جوسيب ماريا بارتوميو كان عايز يحل المشاكل دي عشان الفريق يبقى قادر ينافس في كل البطولات من تاني. بدأ بارتوميو بتعيين لويس إنريكي مدرب جديد بدل من مارتينو، لكن بسبب كأس العالم وانتقالات اللعيبة كانت صعبة شوية، علشان في يوليو أليكسيس سانشيز انتقل لأرسنال مقابل 42 مليون يورو، والفلوس دي ساعدت في تمويل صفقة بديله واللي كان أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، واللي كان مسجل 31 هدف في 33 مباراة علشان يحقق رقم قياسي في تاريخ البريمير ليج، وفاز بالحذاء الذهبي وخلاه واحد من أفضل المهاجمين في العالم. لويس سواريز كانوا شايفينه مناسب جدا لأسلوب برشلونة لأنه بيحب يلعب كرة جماعية وعنده روح قتالية عالية. لكن الصفقة ما كانتش أولوية لبرشلونة، إلا إنه بعد ما بدأ كأس العالم وسواريز سجل هدفين في مرحلة المجموعات ضد إنجلترا، وبعدين واجه إيطاليا في مباراة مصيرية علشان يتأهلوا لدور ال16. المباراة بين أوروغواي وإيطاليا كانت بدون أهداف لمعظم الوقت، لكن الحكاية الكبيرة حصلت في الدقيقة 79 لما لويس سواريز عض كتف المدافع الإيطالي جورجيو كيليني. الحادثة دي ما اتشافتش إلا بعد ما خلصت المباراة وانتشرت على الإنترنت بشكل كبير جدا، وبعد ما تأهلت أوروغواي وأقصت إيطاليا أصلا. المشكلة إن ده مش أول مرة سواريز يعمل حاجة زي كده، وفيفا قررت تعاقبه بمنع 4 شهور من اللعب، وبعد مش هيلعب في كأس العالم ولا مع أي نادي لحد أكتوبر. لكن العقوبة دي ما كانتش مشكلة لبرشلونة لأنها خلت سعر سواريز ينزل شويتين، وبرشلونة قدمت عرض قيمته 82 مليون يورو وتم قبوله اليوم اللي بعد ما باعوا فيه أليكسيس سانشيز لأرسنال، وبكده سواريز بقى أغلى مهاجم في التاريخ ساعتها، رغم إنه ما كانش بيلعب في المباريات الرسمية علشان الإيقاف زي ما قلنا. لكن سواريز كان بيقدر يتدرب مع الفريق من بداية أغسطس، وده ساعده إنه يتعرف على زمايله الجدد وخصوصا ميسي ونيمار، والكيمياء بين الثلاثة كانت موجودة من أول يوم. بداية الموسم كانت قوية لبرشلونة حتى بدون الوافد جديد لويس سواريز، لكن ميسي ونيمار كانوا متألقين، وفي أول 8 مباريات في الدوري الاتنين دول كانوا مشاركين في 24 هدف. برشلونة ما خسرش ولا مباراة. في أكتوبر برشلونة فاز على أياكس في كامب نو، وبعدها ب4 أيام كانت أول كلاسيكو في الموسم. المباراة دي كانت أصعب حاجة ممكنة لسواريز علشان يعمل أول ظهور رسمي ليه مع الفريق، وفي السانتياغو برنابيو كمان. نيمار سجل هدف بمساعدة من سواريز، لكن ريال مدريد قلب النتيجة وفاز 3-1. وزي ما حصل مع نيمار في أول موسم ليه، سواريز كان محتاج وقت علشان يتأقلم في البداية. ما كانش بيسجل أهداف كتير، ولكنه كان بيشارك بشكل فعال في اللعب الجماعي. ميسي ونيمار اللي كانوا بيسجلوا الأهداف، وميسي بالتحديد كان في حالة رهيبة وسجل هاتريك مرتين قبل نص الموسم. سواريز كسر جفاف التهديف في نوفمبر لما سجل في دوري الأبطال ضد أبول نيوكوسيا، وبعدها سجل كمان ضد باريس سان جيرمان علشان برشلونة تتأهل لدور ال16 كصاحبة المركز الأول في مجموعتها. ومع بداية السنة الجديدة برشلونة بدأت تسخن بشكل كبير، الفريق كان بيحطم المنافسين في الدوري وبدأ يثبت نفسه في الصدارة. مارك-أندري تير شتيجن حارس الفريق الجديد كان ماسك فورمة هايلة. في خط الوسط كان موجود إيفان راكيتيتش وأندريس إنيستا، كانوا أساسيين في التحكم في الكرة وتوجيه الهجمات. لكن نجوم الفريق الحقيقيين كانوا الثلاثي الأمامي، وبعد شهور من التأقلم الثلاثي مسكوا فورمة تاريخية. ميسي كان العقل المدبر واللي بيحرك الهجوم وبيصنع الفرص بسهولة. نيمار على الجناح الشمال مسؤول عن الفوضى وبيخلي المدافعين يفقدوا تركيزهم. نيمار كان بيعيش أفضل فتراته مع برشلونة. الشاب اللي عمره 23 سنة مش بس كان ساحر في المراوغة، لكنه كمان بقى هداف منتظم. الساحر البرازيلي كان بيلعب كرة ممتعة وفعالة في نفس الوقت. أما سواريز فكان هو الحلقة الأخيرة في الثلاثي، التمركز الذكي وفهم اللعبة والإنهاء القاتل، كلها حاجات كان متوقع إنه يجيبها الكتالوني
إسبانيا، لكن سواريز كان أكتر من كده بكتير. سواريز كان صانع ألعاب من الطراز الأول، ومش بس كده، كان لاعب بيفضل يمرر الكورة بدل ما يسدد هو لو كان ده الخيار الأفضل. روح القتالية كانت واضحة، كان بيعمل ضغط عالي على المدافعين وبيطارد الكورة، وده أضاف بعد جديد لفريق برشلونة. الثلاثي دول كانوا صعبين جدا على أي دفاع، كانوا بيتبادلوا المراكز خلال المباراة، ومع الوقت العلاقة بينهم بقت أقوى. كانوا بيعملوا تمريرات سريعة، حركات ذكية، وبيلخبطوا كل خطوط الدفاع. مع بداية نص الموسم الدوري الإسباني بقى ملعبهم الخاص. من يناير لمايو الثلاثي دول سجلوا 54 هدف وصنعوا 30. ميسي كان متألق بشكل خاص، وفي كأس الملك نيمار كان النجم، سجل هدفين في 3 ماتشات من أصل 5 وقاد الفريق للنهائي. وفي دوري الأبطال برشلونة كانوا المرشح الأقوى للتتويج، عشان يجي شهر فبراير وسواريز يسجل هدفين ضد السيتي، وفضل يتألق في الأدوار الإقصائية. ضد باريس سان جيرمان سجل سواريز هدفين ونيمار سجل 3 أهداف في الماتشين، وقادوا الفرقة مع بعض لدور نص النهائي. في نص النهائي واجهوا الباير في الكامب نو. ميسي سجل هدفين في 3 دقايق، وبعدها صنع هدف لنيمار علشان يدمروا الباير. وفي ميونخ نيمار كان البطل للمرة الثانية وسجل هدفين في نص ساعة وأهل الفريق للنهائي. ولكن قبل نهاية دوري الأبطال برشلونة كانوا مشغولين بالدوري. سواريز سجل هدف في الفوز في الكلاسيكو، وبرشلونة حافظوا على سلسلة انتصارات عشان يفوزوا باللقب ال23 في تاريخهم. بعد كده وصلوا نهائي كأس الملك ضد أتلتيكو بلباو. ميسي سجل هدفين، والهدف الأول منهم ممكن يكون من أفضل الأهداف في التاريخ. نيمار كمان سجل هدف وبرشلونة فازوا بالكاس. دلوقتي الكلام عن تحقيق الثلاثية بقى قوي جدا، واللقب الأخيرة كانت أمامهم في نهائي دوري الأبطال ضد يوفنتوس. النهائي كان مواجهة مثيرة، مش بس ما بين فريقين كبار ولكن بين أسلوبين مختلفين تماما. يوفنتوس الدفاعي وبرشلونة الهجومي. برشلونة بدأوا بقوة وسجلوا هدف مبكر عن طريق راكيتيتش بعد 4 دقايق بس. الشوط الأول كان هادي، ولكن في الشوط الثاني يوفنتوس عدلت النتيجة والمباراة كانت متوازنة. ولكن بعد 10 دقايق ميسي بيشوط كورة ترتد من الحارس، وسواريز كان موجود عشان يكملها في الشبكة ويعيد التقدم من تاني لبرشلونة. نيمار سجل هدف لكن الحكم لغاه، وده خلى يوفنتوس عايشين على امل التعادل. ولكن في الدقيقة الأخيرة ميسي يبدأ هجمة مرتدة ويمرر الكرة ببيدرو اللي بدوره يديها نيمار، والهدف الثالث لبرشلونة علشان يخلي نيمار يتعادل مع ميسي ورونالدو كأفضل هدافي دوري الأبطال في الموسم ده. وبعد ما خلصت المباراة برشلونة كتبوا التاريخ كأول فريق يحقق الثلاثية الأوروبية مرتين. الموسم ده كان من أفضل مواسم برشلونة على الإطلاق، والثلاثي MSN كان ليهم تأثير خرافي. 3 دول سجلوا 122 هدف مع بعض، وهو رقم قياسي في تاريخ الكرة الإسبانية. كل واحد في ال3 كان عنده مهارات فردية رهيبة، لكن لما بيجتمعوا مع بعض كانوا بيخلقوا لحظات سحرية، لأن سرعتهم مش بس الجسدية لكن الذهنية كانت أعلى من أي فريق، وكانوا دايما بيظهروا في اللحظات الحاسمة. صعب جدا يتكرر موسم زي اللي فات، لكن برشلونة قرروا يستمروا في التميز. الفريق ما اتغيرش كتير إلا في رحيل الأسطورة تشافي هرنانديز، ومع بقاء لويس إنريكي كمدرب الفريق كان عاوز يعيد تحقيق الإنجازات للمرة الثانية. بداية الموسم كانت قوية. برشلونة فازوا بكأس السوبر الأوروبي بعد مباراة مثيرة ضد إشبيلية، بيكسبوا كل النقط في أول 4 ماتشات في الدوري، ولكن الإصابات كانت عائق. نيمار غاب عن بعض المباريات بسبب الإصابة، وميسي عانى من إصابة في الركبة وخسر 7 أسابيع من المنافسة. لكن الفريق تعامل مع الوضع بشكل ممتاز علشان سواريز يكون البطل ويسجل هاتريك ضد إيبار ويسجل في الفوز الكبير 4-0 على ريال مدريد. كورة حلوة والسيناريو هدف جديد. يمشي الطوب عند الكورة مش ممكن. نيمار الثاني يرجع يتسلط للكتالوني. جول 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 جول. لما رجع ميسي الثلاثي MSN رجعوا يخوفوا كل دفاعات الدوري، كانوا بيكسبوا الفرق بسهولة وجمعوا أهداف بشكل جنوني. وفي 3 مارس الفوز على رايو فاليكانو كان المباراة ال35 بدون هزيمة، وده كان رقم قياسي لحد دلوقتي في إسبانيا، وده إن دل على شيء بيدل على اننا داخلين على رقم قياسي جديد. لكن ريال مدريد كان المنافس الاقوى،
بعد الخسارة في الكلاسيكو برشلونة بيخسروا مباراتين تانيين، وده خلى الفرق بينه وبين ريال مدريد بيقل، ولكن برشلونة ما خسروش تاني. لويس إنريكي شحن الفريق لآخر 5 ماتشات في الدوري، وفي مباراة ضد ديبورتيفو لا كارونيا الثلاثي MSN دمروا الفريق، سجلوا 8 أهداف، وسواريز كان رجل المباراة ب4 أهداف و3 أسيست. بعد كده برشلونة فازوا على سبورتنج خيخون 6-0، والثلاثي دول وزعوا الأهداف ما بينهم، هدف لميسي، هدف لنيمار، و4 لسواريز، والحقيقة رقم تاريخي كأول لاعب يسجل سوبر هاتريك في ماتشين متتاليين في الدوري الإسباني. برشلونة فضلوا يكسبوا في المباريات اللي بعدها ضد بيتيس وإسبانيول، وبقى عندهم مباراة وحيدة ضد غرناطة عشان يضمنوا اللقب. سواريز كان في فورمة رهيبة، فبعد ما سجل 11 هدف في ال4 ماتشات اللي فاتت رجع يظهر بقوة في مباراة غرناطة، سجل هدفين في الشوط الأول وخلص الهاتريك قبل صفارة النهاية، وبكده برشلونة تفوز بالدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي. بعد كده كان في نهائي كأس الملك ضد إشبيلية، برشلونة كانوا سهلوا طريقهم للنهائي وسجلوا 25 هدف في 8 ماتشات، فكان متوقع أن الثلاثي MSN يظهروا بقوة تاني، ولكن المباراة كانت صعبة والحكم وزع 11 كارت أصفر و3 أحمر، معظمهم لإشبيلية، والثلاثي MSN ما يقدروش يسجلوا في 90 دقيقة. لكن في الوقت الإضافي جوردي ألبا كسر الصمت ده بهدفين، وبعدين ميسي ونيمار عملوا كومبو رهيب وكسروا خط الدفاع عشان ينهوا المباراة. برشلونة بيحقق الثنائية المحلية دوري وكاس، والثلاثي MSN أكدوا أنهم الأخطر في أوروبا. ميسي ورغم الإصابات اللي عانى منها تأثيره كان أكبر من الأرقام، كان بيلعب بشكل حر وبيتنقل في كل حتة في الملعب، وساهم ب65 هدف في الموسم. نيمار كمان كان في حالة رهيبة وسجل أكتر من 20 هدف، وأثبت أنه واحد من أفضل اللعيبة مش بس في المراوغة ولكن كمان في الإنهاء. سواريز بقى هو اللي كان نجم الموسم، سجل 59 هدف في كل البطولات، وده أعلى رقم في مسيرته، وفاز بجائزة هداف الدوري الإسباني والحذاء الذهبي الأوروبي. مش بس كده، كمان كان متصدر قائمة صناعة الأهداف في الدوري مع ميسي، وده خلاه أول لاعب في تاريخ إسبانيا يتصدر قائمة الهدافين والصناعة في نفس الموسم. الثلاثي دول سجلوا 131 هدف مع بعض، وهو رقم خرافي. لكن رغم كل ده الموسم كان أقل أوروبيا من الموسم اللي فات، فخروج من الأبطال ضد أتلتيكو كان صدمة، لأن برشلونة كانوا في حالة مثالية في الدوري. في الموسم الثالث مع بعض برشلونة فازوا بكأس السوبر على إشبيلية. ميسي كان الكابتن في غياب انيستا، وسواريز بدأ الموسم بهاتريك في أول ماتش ليه في الدوري. في أوروبا ميسي كان قائد الفريق وسجل هاتريك في مباراتين متتاليتين في دور المجموعات، والهدف الفوز ضد سيلتيك علشان يتأهلوا لدور ال16. نيمار كان أقل تألق في 2017، لكنه لسه جزء أساسي في الفريق وصانع اللحظات السحرية. أهم لحظة في الموسم كانت في مارس لما برشلونة واجهوا باريس سان جيرمان في دور ال16 في دور الأبطال. بعد خسارة 4-0 من باريس في الذهاب كل الأحلام انتهت، أو ده اللي احنا كنا فاكرينه، لحد ما برشلونة قرروا يعملوا المستحيل. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في مباراة القمة هنا في استاد الكامب نو. المعركة ضد باريس سان جيرمان تعتبر مستحيلة فعلا، لكن لو في مكان يقدر يحصل فيه معجزة يبقى ده الكامب نو. 96,000 مشجع اتجمعوا عشان يشجعوا الفريق متشبتين بأي بصيص أمل. بتبدأ المباراة بداية سريعة لبرشلونة بعد تسجيل سواريز لأول هدف. باريس حاولوا يحافظوا على تركيزهم، لكن في الدقيقة 40 خطأ دفاعي من كورزاوا خلى الكرة تدخل مرماهم. كده برشلونة بقوا محتاجين هدفين بس عشان يتأهلوا. نيمار واللي كان أكبر خطر على دفاع باريس كسب بيلن، وميسي سجله بكل برود. لكن في دقيقة 62 كافاني بيسجل هدف لباريس. فعل الهدف خارج الديار بهدفين. كده برشلونة بقى محتاج 3 أهداف تانيين عشان يتأهلوا. الوقت بيعدي، باريس بتحافظ على دفاعها، وفي الدقيقة 88 نيمار بيسجل هدف من ضربة حرة رهيبة. من أين تعلمت هذا؟ وبعدها بدقيقة ميسي بيمرر الكرة لسواريز، والدفاع عمل عليه خطأ والحكم أشار للبنل الثاني. 5-1. الحكم بيبص في ساعته، الجماهير خلاص بتفقد الأمل، وفي آخر ثواني الوقت الإضافي نيمار بيحاول يرمي كرة عرضية داخل المنطقة. من هناك سيرجيو روبرتو نيمار مش يضرب، نيمار يوزع، نيمار وجول.
المباراة بتنتهي 6-1 لبرشلونة، وتأهلوا بعد ما كانوا خسروا 4-0 في الذهاب، ودي كانت أكبر عودة في تاريخ دوري الأبطال واتسمت الريمونتادا. نيمار كان بطل المباراة بعد ما سجل هدفين وخد بيل وصالح الهدف الأخير، لكن رغم الفرحة الكبيرة فالخسارة 4-0 في الذهاب كانت تنبيه إن الفريق عنده مشاكل. في دور الثمانية بيواجهوا اليوفي واللي فضحوا ضعف برشلونة في تورينو، وحافظوا على تقدمهم في الكامب نو بفضل دفاع قوي من بونوتشي وكيليني، وفي الحراسة طبعا جينالويجي بوفون. حلم الثلاثية بينتهي، برشلونة بتركز على الدوري، ولكن بعد خسارة في مالاجا كانوا متأخرين على ريال مدريد والموقف كان صعب، خاصة ان نيمار كان موقوف ل3 ماتشات. في الكلاسيكو ميسي بيقدم واحدة من أفضل مباريات تاريخه على الإطلاق، في مباراة غريبة جدا وصعبة على الفريقين، وفي غياب نيمار الموقوف ريال مدريد نوعا ما كان عنده أفضلية. بتبدأ المباراة اللي بتتلعب على سانتياغو برنابيو بهدف من كارلوس كازيميرو، بعدها بيتعادل ميسي للبارسا، كمان بيتقدم راكيتيتش في النتيجة قبل النهاية بربع ساعة. واللي زاد وغطى كمان هو طرد كابتن الملكي الأسطورة سيرخيو راموس في الدقيقة 77 علشان الوضع يتأزم أكتر على الفريق. التاريخ يعيد نفسه، ولكن الإكوادوري خامس رودريغيز بيسجل هدف التعادل لمدريد بعد نزوله بدقيقتين. المباراة رايحة للتعادل، ولكن كان لسيرجيو روبرتو واللي كان من نجوم المباراة الرأي التاني خالص. ريال مدريد ضغط بكل خطوطه عشان يسجل هدف الفوز، وبتيجي رمي التماس للبارسا، ووسط ضغط 4 لعيبة من ريال مدريد بياخد روبرتو الكورة وبيكسر كل خطوط الضغط وبيقطع مسافة 50 متر عشان يديها لأندري جوميز، واللي بدوره بيلعبها لجوردي ألبا، واللي بكل تأكيد حافظ هيلعبها لمين، وكلنا عارفين الباقي. ميسي لديكم، لا خوف عليكم يا بارسا. احتفال أيقوني من ليونيل ميسي بيكسبوا المباراة، والهدف ده كان ال500 لميسي مع برشلونة. لكن على الرغم من كل ده برشلونة فضلوا محتاجين ريال مدريد يخسروا علشان يفوزوا بالدوري. الثلاثي MSN سجلوا 15 هدف في آخر 5 مباريات، لكن ريال مدريد ما خسروش، وكريستيانو رونالدو بيحسم اللقب خارج الأرض ضد مالاجا، وبيفوزوا باللقب ال33 في تاريخهم. بعد خسارة الدوري ودور الأبطال الموسم كان يعتبر فاشل، لكن في كأس الملك برشلونة بتكسب ألافيس، وبكده بيحققوا 3 كؤوس متتالية، وده كان إنجاز ما حصلش من الخمسينات. موسم 2016-2017 كان علامة على إن برشلونة محتاجة تغييرات. الفريق كان عنده لعيبة كبار في السن، والاعتماد على الثلاثي MSN كان كبير جدا. الثلاثي دول سجلوا 111 هدف مع بعض، وميسي كان في حالة خرافية، لكن قوة جيل ريال مدريد 2017 وهو الأقوى عبر تاريخه كانت أكبر منهم في النهاية. التغييرات كانت ضرورية علشان المستقبل يكون أفضل، لكن التغيير اللي حصل في الصيف حرفيا لم يكن على البال أو الخاطر. في أغسطس 2017 بتحصل الصدمة الكبرى. نيمار قرر يغادر برشلونة بعد ما فريق باريس سان جيرمان يدفع الشرط الجزائي بتاعه اللي كان 222 مليون يورو، الصفقة اللي خلت نيمار أغلى لاعب في تاريخ الكورة لحد النهاردة. نيمار وقع عقد مع باريس لحد 2022، كانت الخطوة دي من وجهة نظر النادي طريقة عشان يثبتوا إنهم قوة عالمية، ونيمار نفسه كان عايز يبعد عن ظل ميسي وياخد دور البطولة في فريق جديد. كان نفسه طبعا ياخد الكرة الذهبية، وشاف إن باريس ممكن توفر له الفرصة دي، لكن الصفقة دي كانت نهاية للثلاثي الأسطوري MSN، واللي كانوا أخطر وأكثر ثلاثي متكامل هجوميا في العالم. صحيح ميسي وسواريز فضلوا في برشلونة، ولكن النقص اللي حصل بعد رحيل نيمار ما تغطاش بسهولة. برشلونة حاولوا يعوضوا رحيل نيمار بصفقات ضخمة زي عثمان ديمبلي، فيليب كوتينيو، وأنطوان جريزمان، لكن الصفقات دي ما نجحتش بالشكل المتوقع، منها اللي اتأثر بسبب الإصابات أو الضغط الكبير، أو اللي معرفش يتأقلم ومعرفش يجيب ربع مستواه، وبالطبع ما يقدرش يسد مكان نيمار. وبالو كمان دخلوا النادي في ديون عملاقة بيدفعوا ثمنها لحد النهاردة، وكل ده بسبب شخص واحد، ولكن ده موضوع تاني لفيديو تاني. مع الوقت برشلونة بتبعد عن أفضل مستوياتها وبيبدأوا في المعاناة. سواريز بيمشي لأتلتيكو مدريد وبيكسب معاهم الدوري الإسباني، أما ميسي واللي هو هداف برشلونة التاريخي وأفضل لاعب في تاريخها عامة بيقرر يغادر النادي بعد ما قضى فيه سنة لوحده، واتحد مع نيمار من تاني في مشروع باريس سان جيرمان.
في العصر الحديث للكورة محدش شاف حاجة زي MSN. 3 نجوم عالميين في قمة تألقهم قادرين يلعبوا مع بعض بسلاسة ويساهموا بأكتر من 360 هدف في 152 مباراة مع بعض، رغم انهم ما لعبوش غير 3 سنين بس، ولكنهم تركوا وراهم إرث ضخم هيفضل عايش في قلوب وذاكرة مشجعين البلوجرانا للأبد.